السلام عليكم. الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، والنادي الرياضي الصفاقسي. للأسف الشديد الموسم الحالي اختلفت أهدافهم، لأنه تاريخيا هدفهم هدف واحد وهو الفوز باللقب. الترجي الرياضي التونسي واضح يفوز بالألقاب، لكن بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، حتى لو ما يفوزوش بالألقاب بداية موسم، وقت اللي تسأل محب من الأندية هذه تقول له شنو هدف الفريق، يقول لك انه نفوزوا باللقب لانه انديه متاع القاب. لكن للاسف الشديد الموسم الحالي اختلفت الاهداف. نلقاو هدف الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي هدفهم هدف واحد وهو التاهل للبلاي اوف في المرتبه الاولى للفوز بنقاط الحوافز الكامله، وهي 4 نقاط. في المقابل هدف النادي الرياضي الصفاقسي الى حد الان، على خاطر ينجم في البلاي اوف لو تاهل تتغير الاهداف، لكن الى حد الان هدف النادي الرياضي الصفاقسي هو تفادي النزول وتاهل لمرحله التتويج في المرتبه الرابعه. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي، مصيره من تفادي النزول بين يديه، يفوز على هلال الشابه يمنع. عرفتوها المقوله الشهيره برشلونه بميسي ما تربحش بنقردان في بنقردان، بي اس جي بميسي ونيمار ومبابي ما يربحوش النادي الرياضي الصفاقسي في المقابله القادمه في ملعب الطيب المهيري. رانا نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي، هرم في البطوله الوطنيه، في اسوأ حالاته فاز بزوز القاب متتاليه، كاس تونس المقابله القادمه. وباختصار وباش نقولها لكم، النادي الرياضي الصفاقسي باش يفوز على هلال الشابه. لهنا راني مانيش نحكي على الامور الملتويه، لهنا نحكي النادي الصفاقسي يلزمه يفوز، وباش يفوز كيفاه وعليه الله اعلم، لكن باش يفوز نتعداو للي بعده. اللي بعده مصير النادي الرياضي الصفاقسي في البلاي اوف. للاسف الشديد مصيره مش بيده، مصيره بيد الترجي الرياضي التونسي في مباراته ضد امل حمام سوسه في رادس. وافهم انت الترجي الرياضي التونسي اللي فاز على النجم الرياضي الساحلي في رادس وتعادل امام النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري هدف لهدف بعد ما كان متقدم في نتيجه، وفاز على هلال الشابه في الشابه، وانتصر على الملعب التونسي في رادس، وينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسه بالذات، ويفوز 4-0 على النادي الرياضي البنزرتي، يتعادل في المقابله الاخيره امام اتحاد تطاوين في تطاوين هدفين لهدفين. المقابله اكيد باش نحكيو عليها، يعني عثره كبيره للترجي الرياضي، عثره اتحاد تطاوين حرمته من الانتصار الخامس على التوالي. المقابله القادمه يلقى روحه يواجه امل حمام سوسه في ملعب رادس وامام جماهيره اللي اكيد باش تكون متواجده باعداد غفيره. شخصيا النجم نقول اسهل سؤال ينجم يتسأل لي، نعرف في المقابلات كرة القدم ثم المفاجآت، نعرف ثم الانتصارات والتعادلات والهزائم، لكن شخصيا اسهل سؤال ينجم يتسأل لي يا ندرا شنية باش تعمل الترجي الرياضي التونسي امام حمام سوسه في المقابله القادمه، من غير ما نفكر برشا باش نقول الترجي الرياضي باش يفوز بنتيجه عريضه، وهكا يقدم هديه ثمينه للنادي الرياضي الصفاقسي اللي باش يفوز على هلال الشابه ويلقى روحه متواجد في البلاي اوف. باختصار انا اعطيتكم سكوب على الجوله الاخيره. الهديه الثانيه للنادي الرياضي البنزرتي باش تكون من نجم الرياضي الساحلي اللي باش يواجه النادي الرياضي البنزرتي في سوسه، اكيد من غير ما نفكر برشا، كيف الاطوال بالفورمه الكبيره اللي قاعد يمر بها فريق ما يساومش على ارضه امام جماهيره، يفوز على النادي الرياضي البنزرتي. اول شيء حتى يتاهل للبلاي اوف المرتبه الاولى، كيف الترجي الرياضي التونسي يلزم يفوز على امل حمام سوسه، لعل وعسى عثره النجم الرياضي الساحلي امام النادي الرياضي البنزرتي، لانه الترجي الرياضي التونسي عارف في الموسم الحالي النجم الرياضي الساحلي قاعد يمر بفورمه كبيره ما شاء الله عليه، ان شاء الله يكمل هكا وان شاء الله يكون خير من هكا في البلاي اوف. الترجي الرياضي التونسي عارف لو يتاهل للبلاي اوف في المرتبه الثانيه يفوز ب3 نقاط، يكون متاخر على النجم الرياضي الساحلي بنقطه واحده. الترجي الرياضي التونسي واكيد اللي قاعد نشوف فيه حاليا والفورمه الكبيره اللي قاعد يمر بها النجم الرياضي الساحلي، النقطه هذيك تنجم تحسم في امر اللقب. يعني شخصيا نتصور، وهذا علم غيب ما يعلمه كان ربي سبحانه، نتصور النجم الرياضي الساحلي باش يتاهل للبلاي اوف المرتبه الاولى 4 نقاط، الترجي الرياضي التونسي المرتبه الثانيه 3 نقاط، اتحاد تطاوين في المرتبه الثالثه نقطتين، وفي المرتبه الاخيره باش تكون من نصيب النادي الرياضي الصفاقسي يتاهل للبلاي اوف بنقطه واحده. اللي خلانا نحكيو على النادي الصفاقسي حاليا انه ينجم يتاهل للبلاي اوف هو هدف أشرف الحباسي في آخر دقائق المقابلة عن طريق ضربة جزاء تقريبا في الدقيقة 90. تصوروا النادي الصفاقسي لو انهزم أمام أمل حمام سوسه
باش يكون في رصيده 12 نقطة، يعني باش يلقى روحه في المرتبة قبل الأخيرة. وحتى لو يفوز على الشابة في المقابلة القادمة يمنع من النزول للرابطة الثانية مباشرة، اما باش يقعد يلعب على تفادي النزول، لانه حمام سوسه لو انتصر على النادي الرياضي الصفاقسي باش يكون في رصيده 16 نقطه، يعني بنسبه 99% ضمن التاهل للبلاي اوف المرتبه الرابعه، حتى لو يفوز امام او حتى لو ينهزم امام الترجي الرياضي التونسي في المقابله الاخيره. يعني هدف الحباسي غير وضعيات أندية، مانيش نحكي على فريق، بل غير وضعيات أندية 180 درجة. بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي التونسي أمام اتحاد تطاوين، شخصيا راني ما تفرجتش في المقابلة كاملة، تقريبا ملخص فيه 10 دقائق. وقت اللي نشوف الترجي الرياضي التونسي سجل الهدف الأول عن طريق بوشنيبة في الدقيقة 38، هدف ثاني عن طريق محمد علي بن حمودة في الدقيقة 53. محمد علي بن حمودة المهاجم اللغز عنده إمكانيات باش يكون المهاجم رقم 1 في المنتخب التونسي، لكن مانيش فاهم المهاجم هذا فاش يفكر، كيفاش يفكروا معاه، على خاطر كي نشوف مهاجم يسجل أهداف بالطريقة هذه وما يكونش أساسي، يندرى المشكل فيه ولا المشكل في المدرب نبيل معلول. كي نشوف الكرة على العارضة من جانب الترجي الرياضي التونسي ما دخلتش للشبكة، كي نشوف الترجي الرياضي تحرم من ضربة جزاء، كرة واضحة في يد اللاعب، كرة واضحة وعنده الحق لهنا المدرب نبيل معلول. وقت اللي يتشنج المشكلة راهي مشكلة فار. لهنا راني نحكي على الفرص الواضحة للترجي الرياضي، مانيش نحكي على الفرص العادية كرة بجنب المرمى وكرة في يد الحارس، لا نحكي على الفرص الواضحة. كي نشوف الترجي الرياضي مسيطر تقريبا في 90 دقيقة، كي نشوف في الترجي الرياضي مسيطر في الهجوم ووسط الميدان وواقف مليح في الدفاع، وبعد يرجع عليه اتحاد تطاوين، هنا راني نقول الترجي الرياضي التونسي حرم روحه وتحرم من الانتصار اللي يخوله يتأهل للبلاي اوف في المرتبة الأولى، بما أنه النجم الرياضي الساحلي تعادل أمام هلال الشابة. وبالنسبة للأهداف اللي قبلهم الترجي الرياضي، قبل ما نحكيه من شكون التغييرات اللي قام بهم المدرب نبيل معلول، عملوا ديزيكيليبر. التغييرات اللي قام بهم المدرب نبيل معلول خلوا اتحاد تطاوين نوعا ما يتحرر. المشكل من شكون؟ يندرام التغييرات ولا الملاعبية اللي كانوا متواجدين على أرضية الملعب ما طبقوش أوامر المدرب. بالنسبة للهدف الأول اللي قبله الترجي الرياضي اللي كانت عن طريق مخالفة في شكل توزيعة، المشكل من اللاعب الأول للترجي الرياضي التونسي اللي تعديت الكرة بجنبه وما مسهاش، ما رجحهاش، على خاطر هو مغطي على المدافع الثاني والثالث والرابع، تاك تاك الاول الثاني الثالث. بطبيعه بن شريفيه ما عنده حتى دخل، الفيزيون تاعو مش واضحه. هدف اول للاتحاد تطاوين. بالنسبه للهدف الثاني راهو ما فيهوش تسلل، على خاطر شفت ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي تشنجوا بعد الهدف ما فيهش تسلل، رغم اني قلت من الاول الترجي الرياضي التونسي تحرم من ضربه جزاء. لكن المشكل من بن شريفية. إلى حد الآن الترجي الرياضي التونسي وغير الترجي الرياضي التونسي ما عندهمش حارس مرمى في قيمة الفريق اللي يلعبوا فيه. الترجي الرياضي التونسي كان في البطولة الوطنية عنده بن شريفية وعنده الدبشي اللي ما همش قاعدين يقدموا في إضافة، حبوا ولا نكروا كيفهم كي بقية الحراس مش قاعدين يقدموا في الإضافة. يندرا كان ما قدموش الإضافة في البطولة الوطنية باش يقدموها في الشامبيونز ليج، باش يقدموها أمام الأهلي والزمالك والوداد والرجاء. كان القانون نتاع الحراس المرمى اللي عملته الجامعة التونسية لكرة القدم يتنحى، يعني الحارس الأجنبي ينجم يرجع للبطولة الوطنية. صدقوني بخلاف أيمن دحمان حارس النادي الرياضي الصفاقسي لا يقعد حارس تونسي في شباك الأندية الكبيرة، النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي وكيف الترجي الرياضي التونسي. حكيت وقلت الترجي الرياضي حرم روحه من الانتصار اللي يخوله باش يكون متواجد في المرتبة الأولى، لكن ما قلتش النجم الرياضي الساحلي حرم روحه. النجم الرياضي الساحلي اللي رجع بنقطة واحدة أمام هلال الشابة بعد ما تعادل أمامه 0-0، لأنه الترجي الرياضي واضحة كان متقدم في نتيجة 2-0 ورجع عليه اتحاد تطاوين. لكن مباراة النجم الرياضي الساحلي من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة قعدت 0-0. تعادل النجم الرياضي الساحلي باختصار ما نقولوش إيجابي، لكن مش خايب انك ترجع امام فريق يلعب على تفادي نزول، يعني باش يقدم 100% من امكانياته باش يمنع. ترجع معاه بنقطة التعادل كيف ما قلنا، هذا مش خايب. المقابلة القادمة كيف ما قلنا النجم الرياضي الساحلي امام النادي الرياضي البنزرتي، بنسبة كبيرة لتوال باش يفوز، لتوال اللي يتأهل للبلاي اوف في المرتبة الأولى كما قلنا، الترجي الرياضي التونسي المرتبة الثانية، اتحاد تطاوين المرتبة الثالثة، والمرتبة الرابعة باش تكون من نصيب النادي الرياضي
الصفاقسي. في ختام الحلقة حظ موفق للأندية التونسية الكل، حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في البطولة التونسية والدوريات الأوروبية. وفي ختام الحلقة البياري متبقى كبش يقول لكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.